الشوربة هي الطبق الوحيد اللي بتزيد على سفرتنا في رمضان. أنا شخصيا من محبي الشوربات جدا جدا. طبعا رمضان 30 يوم أو 29 يوم، وكل يوم عايزين نعمل شوربة، فبنحتار نعمل شوربة إيه. تلاقوا على قناتي قناة رندودة شوربات مختلفة كتير، وصفات تقليدية ووصفات جديدة. هحطلكوا اللينك بتاع الشوربات البلاي ليست في صندوق الوصف. في الفيديو ده هوريكم لقطات من الشوربات اللي موجودة على القناة. في عندي شوربة القرع، شوربة خفيفة وسهلة وصحية. وفي كمان شوربة المشروم اللي هي شوربة الفطر، برضو شوربة سهلة وسريعة، وممكن نعملها نباتي بدون كريمة، وممكن نعملها بالكريمة. في الحالتين بيبقى طعمها لذيذ جدا. من الشوربات اللي اتشهرت في الفترة الأخيرة شوربة الحريرة المغربية، وفي منها نوعين، نوع نباتي بدون لحمة ونوع باللحمة. أنا عندي حاليا على القناة الشوربة النباتي. هي مكوناتها كتير شوية فبتاخد شوية وقت، ولكن صدقوني هي تستاهل. شوربة حلوة جدا جدا وصحية ومشبعة لذيذة. في كمان شوربة نمساوي مشهورة اسمها غيس نكل زوب، دي بتتعمل بالسميد، وهي طبعا شوربة جديدة مختلفة ولذيذة، برضو هتلاقوها موجودة على القناة بالتفصيل. وشوربة البروكولي بالجبنة لمحبي البروكولي كمان موجودة على القناة، وطعمها حلو قوي قوي وجديدة. ده غير طبعا وصفة حلوة لشوربة العدس طبعا لا يعلى عليها. وشوربة القرنبيط شوربة خفيفة تنفع دايت ولذيذة. وشوربة نمساوي باللحمة اسمها جولاش زب، وحاجات تانية كتير ان شاء الله تعجبكم. وكل سنة وانتم طيبين.